سارع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لطلب الصفح والعفو من أحمد شرع الذي خلف بشار الأسد في رئاسة الجمهورية العربية السورية بعدما نجحت الثورة التي كان النظام العسكري الجزائري يعمل من أجل إفشالها بدعمه للنظام السوري السابق. ونقل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية أحمد حسين الشرع من قبل تبون الذي يحاول تطبيع العلاقات مع الثوار الذين كان إلى وقت قريب يحاربهم بدعمه للنظام السوري السابق. ووفق ما نشرته وزارة خارجية سوريا فإن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد شيباني التقيا في قصر الشعب بدمشق وفدا جزائريا برئاسة أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري دون أن تذكر تفاصيل اللقاء. أما خارجية الجزائر فقد كشفت أن الطرفان ناقشا مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي، حيث أكد وزير الدولة استعداد الجزائر للإسهام سواء على الصعيد الثنائي أو من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي، في إشارة إلى محاولة الجزائر طلب الصفح من النظام السوري الجديد.